مشاهدي متتبعي منبع الصحراء المغربية، لحظات تاريخية يكتبها التاريخ ويكتبها كل مغربي في صفحته. إنه استقبال الأبطال واستقبال أسود الأطلس. بعدما كتبوا التاريخ بقطر، اليوم يكتب التاريخ بهذا الجمهور المتجمع اليوم هنا بمدينة الرباط. شكرا لكل من أتى من أي مدينة، من طنجة إلى القويرة، أتوا إلى مدينة الرباط لاستقبال أسود الأطلس. استقبال يليق بالنجوم ويليق بالمنتخب الوطني المغربي. بعدما كتبوا التاريخ بقطر، اليوم الجمهور المغربي والشعب المغربي قاطبة إنه يوم سيخلد وسيدون في تاريخ المملكة الشريفة. إنه استقبال أسود الأطلس، ولحظات هنا لحظات وصول حافلة المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا الكل ينتظر هذه اللحظات، وهذه اللحظات العصيبة استناها كل مواطن بفارغ الصبر منذ ساعات صبيحة اليوم. والجمهور يترقب منذ انطلاق الطائرة من قطر، والجمهور يتقاطر على مدينة الرباط للحضور هذه اللحظات التاريخية التي يكتبها كل التاريخ ويكتبها كل المدونون في صفحاتهم الفيسبوكية وكل في أجندتهم. اكتب يا تاريخ، إنه المغرب العميق، إنه مغرب العميق، إنه كتابة سطور مهما تحدثنا ومهما قلنا. إنه تاريخ بكتابة وليد الركراكي، بكتابة المزراوي، حكيمي وسايس وزياش ونصيري وعديد من اللاعبين. اليوم كما تلاحظ هذا الشعب المتجمع اليوم، هذا الجمهور الحديد، وصول الحافلة المكشوفة التي على متنها نجوم الكرة المغربية، نجوم المنتخب الوطني المغربي، نجوم الكرة العربية والإفريقية. شكرا لكم يا أسود، شكرا لكم يا أسود، شكرا لكم. إنكم صنعتم تاريخ وصنعتم مجدا جديد، تاريخ جديد كتبتموه. محيتم مكسيكو 86، محيتم مكسيكو 86، واليوم نتذكر قطر 2022. اليوم نتذكر قطر. شكرا لأمير قطر، شكرا على دعمك وعلى دعمك للمنتخب الوطني المغربي منذ انطلاقة هذه البطولة أنت وأسرتك. شكرا لكل الجماهير المغربية التي حجت اليوم إلى الرباط من أجل لحظات ولا في الأحلام، لحظات استناها كل الشعب المغربي. الكل كان يتمنى تحية هذا الفريق وتحية هؤلاء الأبطال. لاحظوا كيف العلم الوطني يرفرف فوق الحافلة. لاحظوا الابتسامة على وجه اللاعبين، ولولا خسارتين، مهما الخسارتين المتتاليتين بكأس العالم قطر، لكن صنعوا التاريخ وصنعوا المجد بتأهلهم إلى نصف نهائي كأس العالم. شكرا لكم، شكرا لهذه الجماهير التي حجت وبكثافة. شكرا لكم لأنكم شكرتم أسود الأطلس على ما قدموه. شكرا لكم. هنا الحافلة تسير نحو الرباط، من سنة إلى الرباط نحو القصر الملكي. هناك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في استقبال الأبطال لتوسيمهم. شكرا لك يا ملك البلاد، شكرا لك يا فخر هذا الوطن باستقبالك لهؤلاء الأبطال الذي رفعوا رؤوسنا ورفعوا رؤوس كل المسلمين الغيورين على الإسلام وعلى العروبة. شكرا لكم. شكرا لكل من أتى إلى مدينة الرباط وشكر أسود الأطلس. تحياتي لكم من هنا من قلب العالم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.